السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده الروتين بتاعنا خفيف جدا، ما تقلقوش. مفيش بقى تنظيف مسح كنس، لا 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 لا. احنا النهارده كده هنرتاح، لان احنا كنا تعبانين شويه في فتره نقاهه، فعايزين نرتاح على قد ما نقدر. والغدا طبعا بتاعنا هتتفاجئوا بيه، يعني اكل تحفه، بس ما تضحكوش عليا ماشي. يعني هو انا تعبانه، فانا قلت بقى اعمل اي حاجه بقى وخلاص، ناكلها ونتغدى بيها وخلاص. هتشوفوا عموما في اخر الفيديو. فانا بقى قمت بقى كده اتنشطت شويه، ولقيت شويه مواعين في الحوض، قلت اخلصهم كده وانا واقفه اوام اوام. هو الفيديو ده فيه كذا نصيحه كده، فاسمعوا مني يا جماعه كده، واعملوا بالكلام اللي انا بقولكوا عليه. اسالوا مجرب وما تسالوش طبيب. يعني ان شاء الله الفيديو باذن الله هيفيدكوا. بس قبل اي حاجه، لو انتوا حبايبي مش مشتركين معايا، ارجو الاشتراك واللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم. طبعا خلصت المواعين اهو، غسلت الحوض وبنشفه بقى، عشان ايه الدنيا تبقى تمام كده، وما يبقاش في حاجه غير الاكل التحفه اللي انا هوريهولكوا. بس في اخر الفيديو عشان تتفرجوا معايا على الفيديو كله. وفي طبعا النصايح اللي انا قلتلكوا عليها لازم تسمعوها كويس وتعملوا بيها. بس كده. وزي ما قلتلكوا برضو قبل كده في فيديوهات قبل كده تانية، اوعوا تجيبوا الصابون السايب دوت، دي اول نصيحة ليكم. فاوعوا تجيبوا الصابون السايب. الصابون السايب دوت اول حاجة يعني ريحته بيخلي الحاجة ريحتها مش حلوة. تاني حاجة مش بيرغي. تالت حاجة هتحطي كمية كبيرة قوي، يعني انتي كده بتقولي مثلا ايه، ان انا اجيب صابون سائل علشان اوفر، لكن لا. بالامانة الصابون التاني الازايز دوت هو اللي موفر جدا. لكن السايب اللي من عند الناس دول اللي بيبيعوا الادوات المنزلية، الصابون دوت رديء جدا يا جماعة، ما حدش يجيبه، ولا بيرغي ولا بيشيل الريحة الوحشة اللي في الأطباق. يعني دي أول نصيحة، ما تجيبوش الصابون السائل. تاني نصيحة بقى، يلا بينا. ما تنسوش بقى يا جماعة بالله عليكم اللايك على الفيديو، الله يخليكم، لأن اللايك دوت والكومنت هو اللي بيرفع الفيديو، بيخلي الناس يعني غيركم يشوفوا. بقى الراجل بتاع البتاعة بتاعت التورتة دي ضحك عليا. انا لما اشتريتها كنت شايفاها كلها لونها ابيض وشفافة زي ده كده. لما بقى روحت وفتحتها لقيتها اللون الوحش ده، اللون الاورنج. طبعا هي دي ليها قاعدة بتتحط هنا، بس القاعدة دي عند العروسة، عشان العروسة ديت كانت بعتلي لما خلصت اتجوزت، وكانت خلاص مسافرة بقى هي وجوزها، فالتورتة خافت تسيبها في التلاجة بتاعت فرحها، فقالتها بقى ان هي تبعتها لي، فبعتتها لي بالبتاعه بتاعت التورته دي. بس القعده دي بقى هناك عندها، عايزه اقول لها علشان احسن تحسبها ان هي عندي بقى وتتهمني ان انا ضيعتها ولا حاجه. المهم، فانا بقى اشتريتها على انها على اساس ان هي لونها ابيض شفاف زي دي كده، كلها بيضة. فروحنا فتحناها في البيت لقيناها اورنج. وايه، اكتشفنا الموضوع ده امتى كمان؟ اكتشفنا لما يعني بعد فرحها، إيه، واحنا بنفرش لها الشقة. فاهمين انتوا؟ يعني مش اكتشفناها يوميها ولا حاجة وقلنا بقى نروح نبدلها ونجيب اللي احنا كنا عايزينها، لا، اكتشفناها واحنا بنفرش لها الشقة. فطبعا انا اساسا نسيت الراجل اللي جبتها من عنده، نسيته خالص، ومنين هو اساسا. بس المهم يعني زعلت قوي هي ساعتها الصراحة العروسة، يعني ان اللون دوت مش حلو خالص. طب كان لون تاني يعني هتبقى معقولة شوية. بس يلا مش مهم. فانا قلت لها خلاص مش مهم، خليها كده، وانا هبقى اجيب لك بقى الواحدة التانية الكريستال ديت، اللي عاملة زي البونبونيرة. انا بقول لكم بقى الحكايه دي ليه يا جماعه؟ علشان لو في يعني عروسه بتجهز او واحده عايزه تشتري حاجه، هتجيبي الحاجه لازم تفتحيها كده في المحل وتشوفيها وتبصي عليها اذا كانت هي الحاجه اللي انت فعلا طلبتيها ولا لا، علشان يعني ما يضحكش عليك ويحصل لكم زي ما حصل لي كده، ان انا اكتشفت اللون اللي احنا مش بنحبه ده اساسا بعديها بحوالي حوالي كام 9 شهور متهيألي او اكتر. ايوه، لاننا يعني كنا بنجهز بقى الحاجات وايه فالصراحة نسينا.
فزي ما بقولك كده، لو رحت اشتريتي اي حاجة لازم تفتحيها عند الراجل وتشوفيها، تبصي عليها كويس. وكمان لو ازاز ولا حاجة تبصي على الحروف، وتبصي على الحروف برضو من تحت، لاني برضو بيبقى ساعات في غلطات كده. يعني انا مرة برضو كنت هشتري لها طقم كوبايات، والحمد لله بقى دوت انا لحقته فتحته هناك في المحل. قلت له لو سمحت ممكن تفتحه لي عشان اشوفه، يعني لو في حاجه ولا كده. قال لي لا ما تخافيش، ده لو في حاجه يبقى بتاعي. قلت له معلش برضه عشان ايه، اطمن، وعشان ولا انت تظلمني ولا انا اظلمك. وكان طقم غالي مش رخيص على فكره. فخليته بقى يفتحه لي ساعتها هناك في المحل. فببص عليه من الحرف من تحت، لقيته بقى عامل ايه، مكسور من تحت. يعني دي طبعا لو اتحط فيها الكوبايات دي، لو اتحط فيها اي حاجة هتفرقع مش هتنفع. فانا ساعتها حمدت ربنا بقى وسبته كده يعني، ومشيت بقى. عرفت ان هو راجل اساسا ما عندوش ضمير يعني وما كانش راضي يخليني افتحها كمان، ده اللي خلاني اتاكد. فرحت سايباها بقى ومشيت، وجبت من عند مين، من عند حد تاني. فمن ساعتها بقى بس الكوبايات بس اللي انا اتعلمت منها، لكن ديت الصراحه ما خدتش بالي خالص. وما كنتش مديه للراجل خوان ان هو يديني لون تاني ولا اي حاجه، فخدتها بقى على عمايه كده. قلت يلا هي اكيد شبه اللي احنا المعروضه بره. انا قلت له عايزه زيها بالظبط، فقال لي هي. المهم خدتها منه، ما عطوش اي خوانه. في الاخر روحت لقيت اللون الوحش جدا دوت. بعد بقى كام شهر، بعد 9 شهور او اكتر وانا بفش لها الشقه. فيا جماعة يا بنات ويا ستات، خدوا بالكم لما تروحوا تشتروا حاجة من المحل، تاخدوا بالكم جدا قوي. وقبل ما تستلموا حاجة من الراجل تبصوا عليها كويس جدا، لاني خلاص انتي طالما استلمتيها خلاص كده ملكيش حاجة عنده. يبقى دي بتاعتك، ومش هيرضى ولا يرجعها لك ولا هيعملك فيها اي حاجة خلاص، لانك انتي مستلماها من المحل. بس كده. انا بقى متغديتش طبعا، لسه مخلصه الاكل. هوريكم دلوقتي انا عامله اكل ايه. هنشيل بقى البتاعه ديت عشان هي منرفزاني بجد من لونها. بصوا بقى يا حبايبي انا عملت اكل ايه. عملت اول حاجه ديت، يعني انا كنت مكسله الصراحه اعمل اكل، فانا قلت هعمل لهم اي حاجه. فالاي حاجه ديت عملت ايه بقى، عملت رز على بزله على بطاطس على خضره محشي على جزر زي ما انتوا شايفين كده. وطلع في الاخر ايه، طلع وقفوا الفيديو واكتبوا، طلعت في الاخر شوربة خضار. ريحتها بس صراحة لسه ما دقتش طعمها، بس هي ريحتها شوربة خضار خالص. بس يلا مش مهم، هعمل ايه، ما انا خلاص زهقت من الاكل يا جماعة، زهقت بجد. فاحنا هندوق بقى الاكل دلوقتي واقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضلوا معانا. والله حلو، لا طلع حلو الحمد لله. وهناكل جنبه مخلل. طبعا مش هنكتر في المخلل، علشان اللي عامله دايت ما تقربش ليه المخلل اساسا، ما ينفعش، لان دوت بيعمل ميه تحت الجلد. فما ينفعش ان انتي بتعملي دايت وتروحي بقى مبوظه الدنيا واكله ايه، واكله مخلل. بس هو ده الفيديو بتاعي النهارده يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم كده ويكون خفيف عليكم. ما تنسوش بقى يا حبايبي الاشتراك في القناه واللايك على الفيديو لو عجبكم ان شاء الله، وكومنت حلو كده منكم زي ما انتم معوديني. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه.